برحب بيك في فيديو جديد معانا، وفي الفيديو ده هنحل تمارين المعاصر على الدرس الأول، وهو درس حاصل الضرب الديكارتي. طبعا زي ما اتفقنا مع بعض إن المفروض إن أنت خدت الدرس تبدأ تحل أنت مع نفسك الأول، وتختبر حلك عن طريق إن أنت بتشوف الإجابات اللي إحنا هنحلها مع بعض. وده بسبب حاجة، إن أنت تحاول إن أنت تحط نفسك في الموقف بنفسك. يعني أنت اللي بتختبر نفسك إن أنت بتحل المسائل دي وتفكر فيها. يعني أنا شخصيا كنت بعمل كده، كنت انا احب ازن نفسي الاول في المسائل، وبعد ما ازن نفسي افكر فيها واعصر مخي فيها كويس قوي ابدا اشوف الاجابات، فبالتالي المعلومه بتبقى يعني بتثبت اكتر. فارجو ان كل واحد فيكم يكون، حتى لو انت ما حلتش التمارين، ما شجعكش انت تشوف الفيديو، ما تحل التمارين كويس بعد كده شوف معانا الاجابات نحلها ازاي مع بعض. نبدا معانا اول مساله او اول جزء في المسائل على تساوي زوجين مرتبين. بيقول لي في كل مما ياتي اوجد قيم الف وب اذا كان ايه بقى؟ الزوج المرتب ده بيساوي الزوج المرتب ده. طبعا احنا اتفقنا ما دام زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، كل المسائل دي كده في رقم واحد وكلها كده، ما دام زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، يبقى اذا المسقط الاول بيساوي المسقط الاول، والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. يبقى اذا عندنا هنا الالف بسالب 5 والب 9، يبقى عندنا هنا الالف بسالب 5 والب بيساوي 9. بالمناسبه بعتذر كتير ان الكتاب ده مش بتاع السنه دي، فان كان في اي اختلاف في تركيب المسائل لكن هتلاقيها هي المسائل هي تمام. رقم 2، الالف هنا هتساوي جذر 25. يعني اقول له الف ما دام زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، يبقى مسقط الاول يساوي مسقط الاول والثاني يساوي الثاني، يبقى الف بيساوي جذر 25. جذر 25 كام؟ 5. والب بيساوي الجذر التكعيبي لل 27. الجذر التكعيبي لل 27 كام؟ 3. يبقى اذا الب بيساوي 3. تمام. بعد كده هنا هنقول الالف ناقص 2 بيساوي كام؟ 2. لما يكون الف ناقص 2 بيساوي 2، الاثنين تطلع بره بالموجب، يبقى اذا الالف هتساوي 4. تمام. بعد كده الب زائد 1 بيساوي سالب 3. لما هقول ب زائد 1 يساوي سالب 3، الواحد تطلع بره وعكس الاشاره سالب، يبقى اذا الب بكام؟ الب هتدينا سالب 4، يبقى الب هتساوي سالب 4. بعد كده هنا 6 هتساوي 2 ناقص الف. تمام. عشان بس المكان ضيق نحاول نحل المسائل دي كده. 6 بتساوي ب تساوي 2 2 ناقص الف. خليك معايا، انا هنا عندي الف هنا هي اللي اشارتها سالب، طب انا لازم الالف تكون معايا موجب. انا قدامي اختار من اثنين، يا اما تنودي السالب الف دي الجنب الثاني بالموجب واجيب السته بالسالب، يا اما تنودي الاثنين وبعد كده اضرب في سالب 1 قدامك دي وقدامك دي. فانا بالنسبه لي هعمل ايه؟ هودي الالف الجنب الثاني بالموجب، يبقى اذا الالف وقفت في الجنب ده بالموجب، وهجيب السته كده بالسالب، يبقى الف بتساوي الاثنين زي ما هي ناقص 6، يبقى الف هتساوي سالب 4. تمام. ده المسقط الاول بيساوي المسقط الاول. خش على الثانيه، ب ناقص 3 بيساوي سالب 1. ب ناقص 3 بيساوي سالب 1. سالب 3 تطلع بالموجب، يبقى إذن الب هتساوي سالب 1 زائد 3، يبقى الب بتساوي موجب 2. طبعا احنا ناس كبار تالتة إعدادي، وأكيد جمع وطرح الأرقام بالموجب والسالب مفيش أي مشاكل بالنسبة لنا. لو حد عنده أي مشاكل ممكن يكتب لي في التعليقات وأنا أوضح لك موضوع جمع وطرح في الأعداد الموجب والسالب. رقم 5 بيقول لي أ ناقص 7 و26 وهنا سالب 2 وب تكعيب ناقص، يبقى الأ ناقص 7 أ ناقص 7 هتساوي كام؟ سالب 2. مسقط الأول يساوي المسقط الأول، هنودي السالب 7 على الجنب التاني بالموجب، يبقى إذا الألف هتساوي موجب 7 ناقص 2 يبقى الألف ب5. اللي بعد كده 26 هتساوي ب تكعيب ناقص 1. 26 هتساوي ب تكعيب ناقص 1. سالب 1 هيعدي الجنب التاني بالموجب، يبقى إذا الب تكعيب تساوي موجب 1 زائد 26 يبقى 27. ناخد الجذر التكعيبي، يبقى إذا الب هتساوي 3، يبقى الألف ب5 والب ب3. بعد كده رقم 6 أ وب بيساوي 2 ناقص أ و2 ب ناقص 3. خليك معايا بقى عشان المسألة دي هنحتاج إن احنا نشوف هنعمل فيها. هنساوي الألف تساوي 2 ناقص أ، هودي السالب ألف الجنب التاني بالموجب، يبقى إذا الاتنين أ بيساوي 2 وهنا نقسم على 2 هنا على 2 هنا، يبقى إذا الألف هتساوي 1. بعد كده هنشوف الب بتساوي مسقط التاني يساوي مسقط التاني 2 ب ناقص 3. هنجيب الب هنا بالسالب
ونودي التلاتة هنا بعكس الإشارة بالموجب عشان نخلي ب في جنب والأرقام في جنب. يبقى 2 ب ناقص منها ب يوقف لنا ب واحدة، والتلاتة تعدي الجنب التاني يساوي 3، يبقى الب ب3. بالمناسبة أنت لو الدرس في أي درس في الرياضة عامة فهمت الدرس كويس وطبقت عليه ومرنت إيدك إنك تحل وتطبق، هتحس إن أنت مفيش أي مشاكل ولا أي صعوبة، والحل في الرياضة تحس إن هو يعني ممتع فعلا، لأنك أنت يعني فاهم ما أنتش حافظ، على عكس بعض المواد تحس إن أنت لازم تحفظ وتراجع واللي بتحفظه هو اللي بتقوله، لكن هنا أنت مش اللي بتحفظ اللي بتقوله، أنت بتفهم قاعدة وبناء على القاعدة أنت تحل أي مسألة تيجي قدامك. نكمل مع بعض. عندي رقم 7 بيقول لي أ أس 5 هنساويها بال 32. المسقط الأول هيساوي المسقط الأول، يبقى أ أس 5 يساوي 32. لما يكون أ أس 5 يساوي 32 يبقى الكلام ده نستنتج منه إن أ أس 5 يساوي كام؟ أس 5 يدينا 32 2. واحنا اتفقنا ما دام أس يساوي أس يبقى أساس يساوي أساس، يبقى إذا أ بكام؟ ده أ ب2. تمام. بعد كده ب تربيع ناقص 1 بيساوي الجذر التكعيبي لل 27. ب تربيع ناقص 1 يساوي الجذر التكعيبي لل 27 كام؟ 3. يبقى ده هتعدي الجنب التاني بالموجب، يبقى ب تربيع بتساوي 3 زائد 1 4، ناخد الجذر التربيعي يبقى ب بتساوي موجب أو سالب 3 2 آسف، الجذر التربيعي ل4 2. تمام. بعد كده بيقول لي أ و7 يساوي ب تربيع وب، يبقى هنا الألف مش هاخدها الأول، هاخد الب اللي بتساوي المسقط التاني الأول، يبقى الب بكام؟ الب بيساوي 7، يبقى إذا الب عندي هنا ب7. طيب وبعد كده الألف بيساوي ب تربيع، لما تكون أ ب تربيع الب تربيع اللي هي 7 تربيع بكام؟ 49، يبقى إذا أ ب 49. اللي بعديها 2 أ برضه هنا أنا همسك، أنا بشوف السلكة معايا اللي سالكة أو هتيجي الأول بجيبها الأول، مش شرط أجيب المسقط الأول، ممكن أجيب المسقط التاني عادي الأول. يبقى هنا هساوي المسقط التاني هنا أ وهنا 7 ما فيهاش أي مشاكل، يبقى أقول أ الأول ب7. جبت الأ ب7، بعد كده أقول المسقط الأول بيساوي المسقط الأول، الاتنين ب زائد 1 بيساوي 2 أ، أقول له الاتنين ب زائد 1 بيساوي كام؟ بيساوي الاتنين أ، الأ بكام؟ ب7، يبقى 2 في 7 ب14، الواحد يعدي الجنب التاني بالسالب، يبقى إذا 2 ب بتساوي كام؟ 13 نقسم على 2 يبقى الب ب 13 على 2. تمام كده. بعد كده اللي بعديها هنمسك 5 أ ناقص 1 يساوي 3، 5 أ ناقص 1 يساوي 3، الواحد يعدي الجنب التاني بالموجب، يبقى إذا 5 أ بتساوي 3 زائد 1 يبقى 4، يبقى أ هتساوي قسمين على 5 قسمين على 4 على 5، دي كده الألف. طيب بعد كده الب بتساوي 4 أ. تمام. لما تكون الب هتساوي 4 أ، الب تساوي 4 أ، يبقى أ جبناها بكام؟ ب4 5، يبقى الب بتساوي 4 في الألف بكام؟ ب4 على 5، يبقى الب بتساوي 16 على 5. ده كان أول جزء في التمارين معانا، وهو لما بيجيب لي زوجين مرتبين بيساوي بعض ازاي بجيب المسقط الأول واجيب المسقط الثاني لو أي واحد فيهم مش موجود. بعد كده بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة، سؤال الاختياري طبعا، ولازم احنا في الرياضيات بالذات سؤال الاختياري أو الأكمل بيبقى فيه مسائل عميقة ومسائل شديدة، فلازم نهتم بالأسئلة دي ونشوف احنا هنحلها ازاي مع بعض. بيقول لي إذا كان الزوج المرتب ده بيساوي الزوج المرتب ده فإن الجذر التربيعي لس زائد 2 ص بكام؟ عشان تحل الجذر التربيعي لس زائد 2 ص لازم تعرف قيمة السين الأول بكام وقيمة الصاد بكام. طيب مين اللي جاهز معايا؟ أجيب الأول مسقط الأول يساوي المسقط الأول، السين ناقص 1 بيساوي 8، ومنه لو قلت س ناقص 1 يساوي 8 هعدي الواحد الجنب التاني بالموجب، يبقى إذا السين بكام؟ جبت السين ب9، وهنا ص زائد 3 بيساوي 11، التلاتة تعدي الجنب التاني بالسالب، يبقى إذا الصاد هتساوي كام؟ 8، يبقى السين ب9 والصاد ب8. طيب عايز الجذر هعوض، هقول له يبقى الكلام ده بيساوي الجذر، السين بكام؟ ب9 زائد 2 في 8 ب16، الجذر التربيعي 9 زائد 16 يبقى الجذر التربيعي ل 25 بكام؟ بموجب أو سالب 5، يبقى الحل معايا كام؟ موجب أو سالب 5. طيب بيقول لي إذا كان نفس الكلام برضو الزوج المرتب ده بيساوي الزوج المرتب ده، هات قيمة المقدار ده، هساوي أمسك الأول أي واحدة فيهم عادي، ما مفيش واحدة فيهم هترتبط بالتانية، هجيب أي زوج مرتب
اي مسقط يساوي مسقط، المسقط الاول يساوي الاول او الثاني يساوي الثاني. س زائد 2 بيساوي 2. لما يكون س زائد 2 يساوي 2 دي هتطلع بره بالسالب، يبقى س طلعت معاك بكام؟ بصفر. س طلعت بصفر، والصاد بكام؟ ب3. يبقى س بصفر والصاد ب3. هقول له س اس 5 في صاد، السين بكام؟ بصفر. صفر اس 5 بصفر. صفر في اي رقم هيطلع صفر، اختار ده كله هيطلع صفر، يبقى ده كله يطلع بصفر، يبقى الناتج معايا بواحد. يبقى الاختيار معايا يبقى كام؟ يبقى 1. بعد كده احنا بنحاول نسرع شويه عشان خاطر ما اطولش معاك في الفيديو، بس فانت حاول تستوعب معايا. لو في اي سؤال برضو انا معاك. بقول لي 3 اس س وجذر الصاد بيساوي 1 و4. عايز السين زائد الصاد، برضو نفس الكلام، هجيب الاول قيمه السين وقيمه الصاد. لما يكون جذر صاد بيساوي 4، جذر الكام؟ يعني انا هقول لنفسي كده، جذر الكام يديني 4؟ جذر ال 16. يبقى اذا الصاد هنا ب 16. صاد يساوي 16 عشان جذر مع المسقط الثاني هيساوي المسقط الثاني. يعني قلت جذر الصاد بيساوي 4، جذر كام يديني 4؟ جذر ال 16 ب4. تمام. بعد كده 3 اس س بيساوي 1. خليه بقى معايا، احنا قلنا 3 مسقط الاول بيساوي المسقط الاول، اس س بيساوي 1. طيب انا عايز حاجه برضو تكون اس س، بحيث ان انا اجيب قيمه مين؟ اجيب قيمه السين. طيب هجيب قيمه السين ازاي؟ تاني المساله دي تاني. احنا هنا قلنا ان جذر الصاد هتساوي 4، يبقى جذر الكام يدينا 4 جذر 16، يبقى اتفقنا ان الصاد ب 16. تمام. هنا 3 اس س بيساوي 1. انا عايز اساوي اساس باساس او اس باس. طيب احنا كده 3 اس س بيساوي 1. انا عايز حاجه تكون الاساس بتاعها 3. كنا واخدين قاعده على كده ان اي حاجه اس صفر بواحد، يبقى انا محتاج اخلي الاساس ده 3 عشان يبقى 3 اس صفر. حد فاهم حاجه؟ احنا كنا واخدين قاعده كده بتقول ان اي حاجه اس صفر بواحد، فانا هضطر اخد الثلاثه. اشمعنى الثلاثه؟ عشان عندي هنا اساس اسمه 3، فبالتالي يبقى سويت اساسات ببعضيها. يبقى اذا اساس بيساوي اساس يبقى اس بيساوي اس، يبقى عندي السين بكام؟ السين بيساوي صفر. يبقى اذا الصاد ب 16 والسين بصفر، يبقى 16 زائد صفر، يبقى الرقم ده بكام؟ ب 16. بعد كده بقول لي ا زائد 2 و63 بيساوي الزوج المرتب سالب 1 وب تكعيب ناقص 1، فإن الجذر التربيعي لأ تربيع زائد ب تربيع. أول حاجة برضه زي ما اتفقنا مع بعض، ما دام في مسائل بالشكل ده يبقى لازم أجيب قيمة الألف وأجيب قيمة الب الأول. هقول له ا زائد 2 بيساوي مسقط أول يساوي مسقط أول سالب 1، منه الاثنين يطلعوا معاك الإشارة الجنب التاني سالب، يبقى إذا الألف هتطلع معاك بكام؟ بسالب 3. أنا بحاول أنجز معاك عشان ما أضيعش معاك وقت في الفيديو، نحاول نحل أكبر قدر ممكن. تمام. بعد كده 63 بتساوي ب تكعيب ناقص 1. 63 هتساوي ب تكعيب ناقص 1. واحد هيعدي الجنب التاني بالموجب، يبقى الب تكعيب بتساوي كام؟ 64. هاخد الجذر التكعيبي للطرفين، يبقى الب هتطلع معايا بكام؟ ب4. تمام كده؟ يبقى معايا الألف بسالب 3 والب ب4. هاجي هنا هعوض سالب 3 تربيع ب9 وب تربيع ب16. الجذر التربيع 9 زائد 16 25، الجذر التربيع 25 بموجب أو سالب 5. اللي بعد كده س ناقص 3 و2 أس ص بيساوي 2 و16، فإن الصاد وس الزوج المرتب ده يبقى بكام؟ نفس الكلام بالظبط، ما دام مسقط أول يساوي مسقط أول، ما دام زوج مرتب يساوي زوج مرتب، يبقى مسقط أول يساوي مسقط أول، يبقى س ناقص 3 بيساوي 2. س يبقى هنا كده س ناقص 3 يساوي 2، مسقط أول يساوي مسقط أول، ومن دي يطلع بره، هعدي الجنب التاني بالموجب، يبقى س طلع معايا بكام؟ 2 ناقص 3 2 زائد 3 ب5، يبقى س طلع معايا ب5، و2 أس ص بيساوي 16. 2 أس ص بيساوي 16. 2 أس كام يديني 16؟ أنا هنا برضو محتاج الأساس يبقى 2 عشان خاطر أساوي أساس بأساس، يبقى 2 أس ص يساوي 2 أس كام؟ 2 أس 4. 2 في نفس 4 مرات يديني 16. أساس يساوي أساس يبقى أس بيساوي أس، يبقى إذا الصاد بكام؟ ب4. يبقى عندي السين ب5 والصاد ب4. فين ال5 وال4 أهي. تمام كده يا أبطال؟ تمام. خش بعد كده على المسائل اللي هي فيها حاصل ضرب ديكارتي. بيقول لي إذا كان مجموعة اسمها س بالمنظر ده ومجموعة اسمها ص بالمنظر ده، أوجد س في ص ومثل المخطط السهمي والمخطط البياني.
انا ما دام عندي س 1 و2 وصاد 3 و4 و5، قلنا حاصل ضرب ديكارتي ان كل عنصر في المجموعه الاولى بيتضرب مع كل عنصر في المجموعه الثانيه. الواحد مش يتضرب، بيتاخد في زوج مرتب، اسف مش بيتضرب. الواحد هيتاخد مع الثلاثه، وهيتاخد مع الاربعه، وهيتاخد مع الخمسه. نفس الكلام، الاثنين هتتاخد مع الثلاثه، والاثنين هتتاخد مع الاربعه، والاثنين هتتاخد مع الخمسه. ننفذ الكلام ده ازاي؟ هقول له انت عايز س في صاد، اقول له س حاصل ضرب ديكارتي في صاد، يبقى الكلام ده بيساوي الواحد مع الثلاثه، والواحد مع الاربعه، والواحد مع الخمسه. وكده خلصت الواحد مع كله، هاخد الاثنين، 2 مع الثلاثه، و2 مع الاربعه، و2 مع الخمسه، واقفل قوس المجموعه اللي معايا. يبقى دي كده حصل ضرب ديكارتي س في مين؟ س في صاد. عايز امثلها بمخطط سهمي، يبقى انا همثل هنا مثلا كده دي س، ودي كده الصاد. س 1 و2، الصاد 3 4 5. الواحد راح مع الثلاثه، راح مع الاربعه، راح مع الخمسه. الاثنين راحت مع الثلاثه، راح مع الاربعه، راح مع الخمسه. ده بالنسبه للمخطط السهمي. المخطط البياني، هنيجي جايبين المخطط البياني كده اهو. على الافق بنحط السين، على الراس بنحط الصاد. هنا هنحط 1 2، وهنا هنحط 3 4 5. دي كده الخطوط الافقيه، ودي الخطوط الرأسيه. الواحد راح مع الثلاثه، مع الاربعه، مع الخمسه. الاثنين مع الثلاثه، مع الاربعه، مع الخمسه. ده كده التمثيل الديكارتي او التمثيل البياني. ده كان بالنسبه للمساله دي. طيب المساله اللي بعديها بيقول لي دي س مجموعه واحده، اوجد س 2. قلنا س 2 دي يعني س في نفسها، يعني انت كأن عندك الس دي كده، وفي مجموعه تاني كأنها هضربها برده كده اهو في نفس المجموعه اللي هي 3 و4 و8. ما دام س 2 يعني س في نفسها. طيب الناتج هقول له ان الناتج اللي هي س في س دي هتساوي، اخد الثلاثه مع نفسها، 3 مع الثلاثه، و3 مع الاربعه، و3 مع الثمانيه اهو، 3 مع الثلاثه، والثلاثه مع الاربعه، والثلاثه مع الثمانيه. كده اخدت 3. او بعد كده الاربعه مع الثلاثه، والاربعه مع الاربعه، والاربعه مع الثمانيه، الاربعه مع الثلاثه، والاربعه مع الاربعه، والاربعه مع الثمانيه. كده خدت الاربعه. اخد الثمانيه، الثمانيه مع الثلاثه، والثمانيه مع الاربعه، والثمانيه مع الثمانيه، يبقى الثمانيه مع الثلاثه، والثمانيه مع الاربعه، والثمانيه مع الثمانيه. معلش انا مش مهتم بالتفاصيل جامد، لان هي الفكره اللي فيها ان انا بوصلك الفكره للمساله. انت فرض الكلام ده انت بتحله عندك، بتحله بنفسك. هتمثل مخطط سهمي، هترسم نفس الكلام. هنا هتحط س، انا مش لازم احل معاك التفاصيل اللي هي الحاجات السهله، هنعديها نستثناها على طول. اهم حاجه عندي الفكره، اوصلك الفكره بتاع المساله. مخطط السهمي هترسم هنا س، وبعد ما احط نصات هتحط س برضه، حط نفس المجموعه هنا، نفس المجموعه هنا، وكل عنصر يبقى ارتبط بعنصر معاه. مخطط الباقي نفس الكلام، هتحط س على الافقي زي دي بالظبط، هتحط س على الافقي، وهنا على الراس بدل ما احط صاد هتحط س برضه اللي هي نفس المجموعه، وهتشوف كل عنصر ارتبط مع مين وتحط نقط بنفس المنظر. تمام كده؟ طيب المساله اللي بعديها قول لي اذا كانت الس كذا 1 و2 و3 والصاد 4، اوجد س في صاد، وصاد في س، وصاد 2، ونون س 2. طيب س في صاد يعني هو عايز، هقول له س اهو، س في صاد، يبقى ناخد الس الاول، افتح قوس المجموعه اللي معايا، الواحد مع الاربعه، و الواحد اتاخد مع الاربعه، خلاص مفيش حاجه تاني في الصاد، يبقى اخد الاثنين مع الاربعه، واخد الثلاثه مع الاربعه. دي س في صاد. طيب عايز صاد في س، اقول له صاد في س. صاد في س بقى انا كده معايا الصاد الاول، يبقى 4 و1، و 4 و2، و 4 في 3. وزي ما اتفقنا وقلنا في الشرح ان انا معايا س في صاد ما بتساويش صاد في س، لان التبديل غير ابدالي في حاصل الضرب ديكارت. طيب عايز صاد 2، هضرب صاد في نفسها مرتين، يبقى هلقى معايا ان صاد 2 دي بتطلع معايا بقوس مجموعه، صاد 2 على صاد في نفسها، الاربعه تاخدت مع الاربعه فقط في زوج مرتب واحد. طيب نون س 2، يعني لو احنا خدنا مش لازم بقى طب انا معيش هنا س في س، هو ما قاليش هات س في س. لو انا جبت س في س
كنت اقدر اجيب نون س 2 على طول اعد ده، لكن احنا خدنا قاعده ان احنا ممكن بيها نقدر نجيب نون س 2 على طول. هقول له نون س 2 بتساوي نون س في نون س، يعني نون س نون عدد عناصر المجموعه س. س فيها كام عنصر؟ 3، يبقى 3 في 3. لو حابين نكتب لها القانون بتاعها بصوا كده، نقول نون المجموعه س في نون المجموعه س. نون س بكام؟ ب3 في نون س بكام؟ ب3، يبقى يساوي 9. في اي صعوبه؟ اللي بعد كده بقول اذا كانت الس مجموعه والصاد مجموعه والعين مجموعه، هات الكلام ده. طيب هنجيب الكلام ده ازاي؟ نجيب كده ورقه كبيره شويه عشان نقدر نحل المساله دي. اول حاجه عايزها س في صاد، مع بعض كده واحده واحده. هقول له اول حاجه انت عايزها س في صاد، يبقى الكلام ده يساوي السين اهي في صاد اهي، س في صاد، يبقى هاخد كل عنصر من هنا من س مع كل عنصر من صاد، يبقى 2 و4 و2 و0. بعد كده سالب 1 و4 وسالب 1 و0. كده انا خلصت س في صاد. طيب عايز صاد في عين، بعد كده صاد في عين، هاخد الصاد اهي والعين، يبقى انا معايا الصاد هي الاولى، هي المجموعه الاولى، والعين الثانيه، يبقى 4 مع ال4 ولا 4 مع ال5 ولا 4 مع السالب 2؟ 4 مع ال4 و4 مع ال5 و4 مع السالب 2. بعد كده هاخد الصفر مع ال4، صفر مع ال5 والصفر مع السالب 2. انا مش عايز اضيع وقت كتير في حصل ضرب الديكارتي لانه بياخد وقت، وفي نفس الوقت الفكره بتاعته معروفه، فانا كده بنفس الفكره جبت س في صاد. طب جبت صاد في عين، طب هنا هنجيب س 2، يعني س في نفسها مرتين، تمام كده؟ طيب س في نفسها نجيبها، ماشي نجيبها، يبقى س 2 هتساوي، قلنا اللي هي بتساوي س في س، مجموعه س اسمها كام؟ 2 وسالب 1، كاني هضربها حاصل ضرب ديكارتي في نفس المجموعه اللي هي 2 وسالب 1، يبقى الكلام ده يساوي الاثنين مع الاثنين والاثنين مع السالب 1 والسالب 1 مع الاثنين والسالب 1 مع السالب 1، دي كده س 2. طيب بعد كده قال لي هات نون س في عين، فين س اهي، فين عين اهي، من غير ما اعمل اي حاجه خالص. انا عندي عدد عناصر س كام؟ 2. طيب وعدد عناصر عين 3، يبقى 2 في 3 يبقى دي هتساوي 6. عدد عناصر نون س في عين ب 6. طيب عدد عناصر صاد 2، صاد 2 بكام؟ عدد عناصر الصاد 2، عنصرين 2 بس، يبقى اذا نون صاد 2 هتساوي عدد عناصر صاد عدد عناصر صاد في عدد عناصر صاد. عدد عناصر صاد يبقى 2 في 2 هتدينا 4. طب نون عين 2، عين 2 بكام؟ ب3، يبقى 3 في 3 العين في نفسها تدينا 9. في اي صعوبه يا شباب؟ طيب نكمل بعد كده الاختياري. بقول لي اي مجموعتين الف وب، والمساله دي كنا حالين واحده زيها تقريبا في الشرح. بقول لي اي مجموعتين الف وب بتعبر عن المجموعه دي، ده التعريف، او بقول لي دي مجموعه، الف دي مجموعه وب دي مجموعه، وده التعريف اللي هو بتاع المجموعه دي. طيب تعبر عن ايه بالظبط بقى؟ تعبر، بقول لي دي زوج مرتب بيرمز للزوج المرتب اللي هتطلع معانا، يعني دي لو ضربت المجموعه دي في المجموعه دي هيطلع معاك زوج مرتبه بالصوره دي. ايه هي الصوره؟ زوج مرتب فيه س وصاد، بحيث ان العنصر الاول ده بينتمي لالف، والعنصر الثاني اللي هو صاد بينتمي لب. ده يعبر عن ايه؟ يعبر عن ان الف وب مضروبين حاصل ضرب ديكارتي في بعض. الف في ب، يعني الالف لما اتضرب حاصل ضرب ديكارتي في ب ناتج معاها ازواج مرتبه ان العنصر الاول بينتمي للمجموعه الاولى والعنصر الثاني بينتمي للمجموعه الثانيه. اللي بعده بيقول لي اذا كانت س مجموعه المنظر ده فان س في فاي. احنا قلنا اي مجموعه لما تتضرب في فاي بتدينا ايه؟ تدينا فاي. مجموعه ضربتها في فاي يبقى الناتج هيبقى معانا فاي. طيب اذا كانت الس بتساوي 2 مجموعه والمجموعه اللي اسمها صاد بتساوي 3 فان س في صاد. طبعا دي سهله جدا، هو هنا عايز حاصل ضرب ديكارتي س في صاد، يبقى هيطلع معايا قوس مجموعه جواه 2 زوج مرتب فيه 2 تضرب مع ال3. ركز معايا، هيطلع معايا قوس مجموعه دي س في صاد
انا كده هضرب المجموعه س في المجموعه ص، حاصل ضرب ديكارتي. الاثنين اتضربت، مش اتضربت، اتاخدت مع الثلاثه. انا اوقات بقول لكن مش اتضربت، بتتاخد معاها 2 مع الثلاثه، يبقى الناتج معايا يبقى انه اجابه اهي الاثنين مع الثلاثه. بعد كده بيقول لي اذا كانت السين ب3 فان السين 2 تبقى بكام؟ يعني لو ضربت السين في نفسها هتديك زوج مرتب، القاس مجموعه جواها زوج مرتب اسمه 3 و3. ده الحل يبقى معايا، ما هي السين جواها 3 وهجيب سين تاني فيها 3 هضربه، هاخد ال3 مع ال3 يبقى الناتج معايا هيبقى ده. طيب اللي بعديها اذا كانت السين ب3 فان نون سين 2، يعني النون دي قلنا اللي هي ايه؟ عدد العناصر. عدد عناصر السين لو ضربتها في نفسها، يعني عدد العناصر هنا كده 1 في 1 ب1، يبقى عدد العناصر نون س 2 لو ضربت المجموعه س دي في نفسها العدد العناصر اللي يطلع معايا يبقى عنصر واحد برضه. طيب بيقول لي اذا كانت السين ب1 و2 والصاد ب3 و4 فان ال3 وال4 تنتمي لمين؟ تنتمي لحاصل الضرب الديكارتي س في صاد. ليه بقى؟ لانك انت لو ضربت السين في الصاد هيطلع معاك 1 و3، هيطلع معاك اهو 1 و3 و1 و4 و2 و3 و2 و4. يبقى اذا الزوج المرتب ده مش موجود معانا. تاني انا قلت من غير ما اركز فيها لكن لقيتها مش موجوده. انا هاخد هنا كاني هضرب حاصل ضرب ديكارت س في صاد. لو ضربت س في الصاد هاخد الواحد مع الثلاثه والواحد مع الاربعه والاثنين مع الثلاثه والاثنين مع الاربعه. طب الثلاثه مع الاربعه دي موجوده معايا في حاصل ضرب ديكارت اللي هو مين؟ س في صاد. طيب لكن لو عكسنا بقى، لو خدنا صاد في س تمام، هاخد الثلاثه مع الواحد والثلاثه مع الاثنين والاربعه مع الواحد والاربعه مع الاثنين. طيب برضه ما جاتش معايا، لقيتهاش موجوده، يبقى برضه لا تنتمي لصاد في س. طب اجرب حاجه تاني، اجرب الصاد مع نفسها. يعني هاخد الصاد بقى كده ما دام الحوار 3 و4 اخد الصاد مع نفسها، يعني دي كده صاد 3 و4. هجرب هنا كده كأن في صاد تاني اللي هي كام؟ 3 و4. هاخد 3 مع الثلاثه والثلاثه مع الاربعه. لقيت الثلاثه مع الاربعه طلعت معايا، يبقى اذا الثلاثه والاربعه دي هتبقى موجوده في صاد 2. الصاد لما اتاخدت مع نفسها مرتين. تمام كده. بعد كده بيقول اذا كان عدد عناصر نون س بيساوي 2، يعني عدد عناصر المجموعه س ب2، يعني المجموعه س دي جواها عنصرين والصاد 1 و2، يعني اذا الصاد برضو فيها عنصرين، يبقى دي كده عنصرين ودي عنصرين. فان نون س في صاد 2 في 2 ب4، يعني عدد عناصر س في صاد تبقى ب4. طيب بيقول اذا كان عدد عناصر س ب3 وعدد عناصر حاصل الضرب الديكارتي س في صاد ب12 فان عدد عناصر الصاد بكام؟ احنا اتفقنا لو عندي مجموعه اسمها س عدد عناصرها 3 ومجموعه تانية اسمها صاد عدد عناصرها مثلا 4، لو انا عايز حاصل الضرب الديكارتي لس في صاد هيطلع معايا عن مجموعه عدد عناصر س في عدد عناصر صاد. مثلا السين عدد عناصرها 3 والصاد 4، لو ضربتهم في بعض هيديني عدد عناصر حاصل الضرب الديكارتي س في صاد يبقى 12. يبقى هنا الصاد كام؟ الصاد 4 عشان لو ضربت ال3 في ال4 ادينا 12. طيب اللي بعديها بقول اذا كان عدد عناصر س 2، يعني س لما اتضربت في نفسها حصل ضرب ديكارتي عدد عناصر طلع معايا كان ب9، يبقى عدد عناصر الس واحده بكام؟ س ب3، لان الس لما اتضربت في نفسها حصل ضرب ديكارتي كان الناتج 9 عدد العناصر، يبقى عدد عناصر المجموعه س لوحديها ب3. اللي بعد كده بقول لي اذا كان عدد عناصر المجموعه س لما اتضربت في نفسها حصل ضرب ديكارتي كان ب4، وعدد عناصر حصل الضرب الديكارتي س في صاد كان ب6، فان الصاد 2 بكام؟ واحده معايا. لما السين اتضربت في نفسها حصل ضرب ديكارتي كان عدد العناصر ب4، يبقى اذا عدد عناصر السين بكام لوحديها؟ اقول له عدد عناصر السين كان ب2 لوحديها، عشان كده لما اتضربت في نفسها عطتني 4. طيب لما السين ب2 يبقى هنا الصاد بكام؟ الاثنين هنا انا معايا هنا السين اهي، السين هنا 2، الاثنين تتضرب في كام عشان تديني 6، يبقى عدد عناصر الصاد ب3 عشان 2 تتضرب في 3 تديني 6، يبقى اذا عدد عناصر الصاد ب3. طب لما يكون عدد عناصر الصاد ب3 يبقى عدد عناصر الصاد 2، الصاد لما تتضرب في نفسها يبقى 9. انا بنجز معاك علشان ما اضيعش معاك وقت وعلشان اقدر اختصر معاك ما اطولش عليك في الفيديو. طيب نخش على المسألة اللي بعد كده. بقول اذا كانت السين دي مجموعة غير خالية
يعني مجموعة ما هياش فاي، وعدد عناصر السين دي بتساوي عدد عناصر السين في الصاد، فإن عدد عناصر الصاد تبقى بكام؟ تمام، واحدة واحدة معايا. أو هنا السين دي مجموعة مش خالية، واحدة واحدة معايا. طيب، وعدد عناصر السين لوحديها بتساوي السين في الصاد، يبقى إذا الصاد تبقى بكام؟ الصاد أكيد بواحد، عدد عناصرها بواحد، لأن عشان هي لما تتضرب في الصاد بتديك هي عناصر السين، يبقى كأن الصاد على عناصرها واحد، عشان لما تتضرب في الصاد بتطلع هي سين. يعني عايز أقول لك مثلا عدد عناصر السين نضربها في كام عشان تطلع زي ما هي؟ نضربها في واحد، يبقى عايز عدد عناصر الصاد هتبقى بواحد. اللي بعد كده بيقول لي إذا كان العنصر اللي اسمه ألف ده بينتمي لسين 2 اللي هي حاصل ضرب ديكارت س في نفسها، حيث أعطيني التعريف ده إن السين دي التعريف بتاعها إن السين أكبر من 5 وأقل من 7، والسين بتنتمي لطه. يبقى الألف بكام؟ يا ترى الألف دي هتطلع معانا بزوج مرتب ولا تطلع معانا برقم واحد ولا تطلع معانا بالظبط؟ واحدة واحدة كده معايا. تاني المسألة دي بقول لي الألف بتنتمي لسين 2. سين 2 دي اللي هو حاصل ضرب ديكارت السين في سين، والسين دي مجموعة التعريف بتاعها كل عنصر فيها بيبقى أكبر من 5 وأقل من مين؟ من 7. يبقى إذا أنا كده عرفت إن السين دي بكام؟ ب6. طيب لما تتضرب يعني المجموعة سين دي بقى لما تضرب يعني حاصل ضرب ديكارت في نفسها، يبقى إذا هتبقى كام؟ 6 و6. تمام كده؟ خش على الجزء اللي بعد كده. بيقول لي إذا كان زوج المرتب 3 و5 بينتمي لحاصل ضرب الديكارت ده، فإن السين تبقى بكام؟ برضه المسألة دي تقريبا كنا واخدينها في الشرح معانا، نعيدها تاني. هقول لي الزوج المرتب اللي اسمه 3 و5 ده موجود إجباري معاك في حاصل ضرب الديكارت أو الناتج بتاع حاصل ضرب الديكارت ده كده. طب أنا لو مسكت الناتج ده وطلعته معايا، تعالى كده نطلع الناتج ده. أكتب الناتج هنا كده 3 وس و83 و6 وس و6 8. ده الناتج بتاع حاصل ضرب الديكارت ده. هو بيقول لي بقى أنت عندك زوج مرتب اسمه 3 و5 إجباري يكون بينتمي للكلام ده، يعني إجباري يكون موجود هنا 3 و5 ده. طيب الزوج مرتب بيبدأ بكام؟ بيبدأ بالثلاثة، المسقط الأول فيه 3، يبقى إذا أنا ده مش معايا ولا ده معايا، يا ده يا ده، يا زوج مرتب ده يا ده. طب ده 3 و8 القيمتين بتوعهم موجودين، يبقى ما قداميش حل إلا مين؟ إلا ده اللي هو 3 والسين. يبقى غصب عني لازم أحط السين بكام؟ السين ب5 عشان يخلي الزوج مرتب يبقى موجود هنا. وصل كده؟ يبقى إذا قيمة السين بكام؟ قيمة السين ب5. المسألة بعد كده بقول لي إذا كان قاسم مجموعة 2 مضروب في قاسم مجموعة س وص بيساوي الكلام ده، فإن س ناقص ص بكام؟ تاني نفس المسألة برضه كنا واخدينها، نحلها تاني. هي موجودة معانا في الشرح، لو تفتكروا معانا كانت موجودة معانا في الشرح. احنا قلنا هنا لو أنا ضربت دي كده في دي هيطلع معايا 2 وس، لو ضربت دي كده حصل ضرب دي كارت دي في دي هيطلع معايا 2 وس و2 وص، يبقى هنا الناتج هيطلع معايا كده كام؟ 2 وس و2 وص. 2 وس و2 وص بيساوي 2 و4 و2 وكام؟ و3. قلنا يبقى عندنا احتمالين، ما دام الاثنين هنا والاثنين هنا وهنا هي الاثنين هنا، عندي احتمال ان السين تكون ب3 ساعتها الصاد تبقى ب4، يا اما العكس، ان ساعة ما السين كانت ب4 كانت الصاد بكام؟ ب3. يا اما ياخد دي يا اما ياخد دول يا اما ياخد دول، يعني يا اما لو خدت السين ب3 تاخد الصاد ب4، يا لو خدت السين ب4 تاخد الصاد ب3. وعايز سين ناقص صاد، يبقى لو خدت سين ناقص صاد دي هيطلع معاك سالب 1. طب ولو خدت دي س ناقص ص هنا لما 4 و3 تطلع موجب 1، يبقى إذا الحل موجب أو سالب 1. المسألة بعد كده بيقول لي إذا كان عندي س في ص بيساوي الكلام ده كله اللي حصل ضرب ديكارت، بيقول أوجد س وأوجد ص. تمام، مسألة جميلة أوي. يعني عايز المجموعة س والمجموعة ص، هقول له المجموعة س بتساوي، هفتح قوس مجموعة. احنا اتفقنا لما يكون عندي حاصل ضرب ديكارت س في ص إن كل عنصر في الزوج المرتب في المسقط الأول بيبقى تبع المجموعة الأولى، وكل عنصر في الزوج المرتب في المسقط الثاني بيبقى تبع المجموعة اللي هي الثانية. يبقى إذا عندي المجموعة س دي واخدة كل المساقط الأولى، بس لا يجوز تكرار العنصر في المجموعة. يبقى أنا عندي المجموعة س 2 و2 خدتها خلاص كده، اخدوا 2 اهي، ال2 خدتها 3 هنا اهي، طب ال3 خلاص خدت 5 خلاص خدت ايه، يبقى كده خلاص 2 و3 و5. طيب الصاد
6 و9 6 و9 6 و9 يبقى هي 6 و9 بس. هخش ل 6 و9 لان ما ينفعش اكرر عنصر داخل المجموع. المسألة اللي بعد كده بقول اذا كان س في ص. انا بحاول انجز معاك زي ما قلت لك علشان مش عايز اضيع عليك وقت في الفيديو كتير ونحل اكبر قدر. لو قدرنا ناخده في جزء او في جزئين على زي ما هنقف هنحاول بقى نكمله في وقت تاني لو ما قدرناش نخلص كل المسائل. بقول اذا كان س في ص بيطلع معايا بالكلام ده اوجد س واوجد ص واوجد س في ص واوجد ص 2 واحده واحده. هو عايز الس والص زي ما اتفقنا هقول المجموعه س هنا موجوده كمجموعه اولى يبقى هاخد هاخد المسكت الاول واحد مفيش الا واحد بس متكرر كذا مره مش هاخده. طب والصاد 1 و3 و5 1 و3 و5. طيب عايز صاد في س. ازاي بقى صاد في س؟ صاد في س انا خلاص جبت السين اهي كمجموعه واحده مستقله وجبت الصاد كمجموعه مستقله. عايز صاد في س هعكس يعني هو مش هنا اللي طلع معايا ده س في صاد انا هضرب بقى انا حاصل ضرب ديكارتي من نفسي انا اقول له صاد في س تساوي هاخد كل عنصر من هنا مع هنا يبقى الواحد تاخد مع الواحد والثلاثه تاخد مع الواحد والخمسه تاخد مع الواحد. خلاص كده يبقى كده دي صاد في مين؟ صاد في س. طب عايز صاد 2 خلاص بقى مش لازم نحل عشان مش عايز اضيع معاك وقت. هتاخد الصاد في نفسها يعني الصاد هنا اهي هتضربها في نفسها حاصل ضرب ديكارت وتطلع الازواج المرتبه اللي هتطلع معاك. طيب مساله زي كده بقول اذا كان الس 2 بكذا بالازواج بقياس المجموعه اللي داخل وازواج مرتبه دي اوجد المجموعه س. نوجد المجموعه س هتاخد حاجه واحده منهم يعني تاخد المسكت الاول الى المسكت الثاني ان هي هتلاقيها زي بعضيها. يعني لو خدت هنا اهو هتقول المجموعه س بتساوي 1 واحد خدته والاثنين 1 و2 انا كده خدت المسكت الاول. طب جرب كده تاخد المسكت الثاني هتلاقي برده 1 2 1 2 هي برده. ليه بقى؟ لا طلعت هي لان هنا السين 2 يعني السين في نفسها. طيب اللي بعديها بقول اذا كان الصاد في س بكذا اوجد س 2. في المساله دي انا هوجد السين الاول هقول لك فكرتها وانت برضه تمرن ايدك فيها عادي. هتوجد السين الاول فين السين؟ السين اهي السين اللي هي فين؟ ركز معايا صاد في س يبقى اذا السين دي المسقط الثاني لان هي ظاهره هنا كمجموعه ثانيه كمجموعه اولى. ما دام هي ظاهره كمجموعه ثانيه يبقى انا هاخد المسقط الثاني يبقى اذا السين معايا اللي هي الثلاثه 3 خلاص خدتها 3 خلاص يبقى هي الثلاثه بس دي س. طب عايز السين 2 في س في نفسها يبقى هنا في نفسها تدينا كام؟ يبقى س 2 هتساوي 3 و3. المساله بعد كده اعطيني س كمجموعه وصاد كمجموعه بقول لي يمثل س وصاد بشكل فن وهات س تقاطع صاد في صاد وبعد كده س فرق صاد. نمشي واحده واحده في المساله. ماشي اول حاجه ناخد شكل فن. شكل فن انا عندي السين 1 و2 و3 و4 في تقاطعات في مين؟ الاربعه والثلاثه. في حاجه ثانيه لا. يبقى انا عندي مجموعه س كده اهو دي كده المجموعه س ودي كده المجموعه ص وتقاطعات مع بعض في مين؟ في الثلاثه والاربعه. المجموعه ص زادت مين على الثلاثه والاربعه؟ زادت 5. المجموعه س زادت مين؟ 1 و2 1 و2. ده التمثيل بشكل فن. طيب بعد كده عايز ايه؟ عايز س تقاطع ص. انت عايز س تقاطع ص دي مجموعه يبقى س تقاطع ص دي مجموعه اسمها كام؟ 3 و4. عايز ضرب حاصل ضرب ديكارت في مين؟ في صاد. صاد اللي هي مين؟ 3 و4 و5. بس انا كده سهلت لك الموضوع. يبقى س تقاطع صاد دي مجموعه طلعتها اهو اللي هو تقاطع 3 و4. طب والصاد اهي جاهزه معايا عايز ضرب حاصل ضرب ديكارت يبقى تضرب دي في دي حاصل ضرب ديكارتي وشد انت بقى كمل المساله يا بطل. يلا اللي بعديها انا هجي لك برده التريكات الصعبه عشان استغل معاك وقت. س فرق صاد قلنا الفرق ده اللي هو اللي موجود في الاولى ومش موجود في الثانيه. مين اللي موجود في السين ومش موجود في الصاد؟ بص هنا يا تبص على الرسمه اللي هو بشكل فني يا تبص على المجموعه هنا. مين اللي موجود في السين ومش موجود في الصاد خالص؟ الواحد والاثنين. لو بصيت هنا الواحد والاثنين موجودين هنا مش موجودين هنا. يبقى اذا س فرق صاد دي كده مجموعه واحد اسمها واحد وكام؟ واثنين. عايز اضربها في الصاد اللي هي كام؟ 3 4 و5. تمام كده؟ طب اللي بعديها صاد فرق س برضه نفس الكلام اللي موجود في الاولى ومش موجود في الثانيه. مين اللي موجود في الصاد ومش موجود في السين؟ 5 اهو لو بصيت على الرسم اللي موجود في الصاد موجود في السين 5 بس مفيش غيرها.
يبقى إذا الناتج بتاع ص فرق س دي هو الخمسة. هضرب حاصل ضرب ديكارت في مين؟ في س اللي هي 1 2 3 4. تمام كده؟ تمام. ده بالنسبة للمسألة دي. المسألة اللي بعديها عاطيني مجموعة اسمها س، مجموعة اسمها ص، مجموعة اسمها ع. عايز يجيب س في مضروب حاصل ضرب ديكارت في ص تقاطع ع والكلام ده والكلام ده. أنا هجيب لك الحاجات التقاطعات اللي هي اللي فيها الفكرة شوية، وأنت برضو ممكن تكمل أو ممكن أكمل معاك أي مسألة عشان برضو تقدر تعود على المسائل. هحل لك المسألة دي، كل مسألة كده هجيب لك فكرتها، بس المسألة اللي فاتت جبت لك الفكرة بتاعتها ما رضيتش أكملها معاك، لكن دي هحاول أكملها معاك. طيب تعالى كده معايا. هو عايز س في ص تقاطع ع. هقول له السين دي س في ص تقاطع ع بيساوي السين بكام؟ 3 و4. تمام. ص تقاطع ع ادي الصاد وادي العين، تقاطعهم مع بعض في مين؟ بيتقاطعوا في مين؟ مين اللي موجود هنا؟ موجود هنا 5، يبقى دي كده في الخمسة. ص تقاطع ع دي هشيلها كلها كده واحط كام؟ 5. يبقى الكلام ده بيساوي ال3 مع ال5 و4 مع ال5. بس كده. ادي س في ص تقاطع ع. طب اللي بعديها س فرق ص ع. س فرق ص زي ما اتفقنا، اللي موجود في الاولى مش موجود في الثانيه. مين اللي موجود في السين ومش موجود في الصاد؟ الثلاثه بس هي اللي موجوده في السين ومش موجوده في الصاد. يبقى اذا الناتج ده كده هيساوي، هشيل س فرق ص دي واحط 3. انا جبتها خلاص. س فرق ص مجموعه اسمها 3. في العين بكام؟ 6 و5. اضربهم حاصل البادي كارت. الثلاثه اتاخد مع 6 والثلاثه اتاخد مع 5. طب اللي بعديه اخر حاجه س فرق ص لسه جايبينها اللي هي مين؟ 3 في صاد فرق عين، يعني الموجود في الصاد ومش موجود في العين. مين اللي موجود في الصاد ومش موجود في العين؟ ال4. يبقى ده لما يتضربوا مع بعض حاصل ضرب ديكارتي يبقى يدينا كام؟ 3 و4 في زوج مرتب كده ناخد قوس المجموعة. تمام. بعد كده بقول لي إذا كانت دي مجموعة ودي مجموعة ودي مجموعة، مثل المجموعات بشكل فين وأوجد كل الكلام ده. طيب نمسك مسألة زي كده، مسألة زي كده من المسائل برضو اللي هي محتاجة خطوات كتيرة، نمسكها مع بعض ونحلها واحدة واحدة، نشوف هنرسم فيها ازاي. أول حاجة هو عايز أمثلها بشكل فين. تعالى أمثلها بشكل فين كده هنا فوق. في أي تقاطعات بيناتهم؟ هل في تقاطع بين السين والصاد؟ لا. طب في تقاطع بين الصاد والعين؟ أيوه. في مين؟ في الاتنين. يبقى إذن السين دي هتعمل في وحدها كده في مجموعة اسمها السين جواها عنصر اسمه 1. طيب والصاد دي كده صاد دي كده عين، اشتركوا مع بعض في مين؟ في عنصر اسمه 2. طيب والتلاتة هنا كده دي تبع الصاد والعين، لما خدنا منها الاتنين اتفضل مين؟ اتفضل 5 اتفضل 6. ده كده التمثيل بشكل فين. عايز هو س في صاد وصاد في عين وس في عين وصاد 2. اتوقع ان ده كده مفيهوش اي مشاكل. س في الصاد هتضرب ضرب حاصل ضرب دي كارت عادي جدا. س في الصاد هتاخد الواحد مع الاثنين والواحد مع الثلاثة. تمام. بعد كده الصاد في العين هتاخد الصاد في العين اهي، الاثنين مع الاثنين والاثنين مع الخمسة والاثنين مع الستة. بعد كده الثلاثة مع الاثنين، الثلاثة مع الخمسة، الثلاثة مع الستة. طيب س في عين هنعكس، هناخد هنا السين دي الاولانية دي مع ايه؟ يبقى الواحد مع الاثنين، الواحد مع الخمسة، الواحد مع الستة. طب صاد 2 هناخد الصاد في نفسها، صاد دي في نفسها، يعني 2 مع الاثنين، 2 مع الثلاثة، بعد كده 3 مع الاثنين، 3 مع الثلاثة. كده في اي مشاكل في اولا دي؟ ماشي. خش بعد كده على س مضروبة حاصل ضرب ديكارتي مع صاد اتحاد صاد حاصل ضرب ديكارتي مع عين. احنا بعد ما جبت س في صاد نجيبها كده ماشي. هقول له س في صاد يساوي، قلنا س في صاد اللي هي كام؟ يبقى 1 و2 1 و3، 1 2 و1 و3. طيب صاد في عين، صاد في عين يبقى 2 و2، بعد كده 2 و5، بعد كده 2 و6، بعد كده 3 و2، بعد كده 3 5
بعد كده 3 و6. عايز ايه بقى هو؟ عايز الاتحاد بتاع، انا كده جبت دي س في ص ودي ص في ع. المطلوب عايز يجيب الاتحاد ليهم. يبقى اذا هناخد كل اللي هنا، ناخد كل اللي هنا بدون تكرار. يبقى هو اذا هقول له كده اهو س في ص اتحاد ص في ع. الكلام ده يساوي، هكتب ده كله عشان ما اضيعش معاك وقت. هكتب ده كله وهكتب ده كله. الاتحاد انا باخد المجموعتين بدون تكرار، لو في عنصر متكرر ما باخدوش. تمام كده؟ ده بالنسبه للاتحاد. طيب بعد كده عايز س مضروبه في ص تقاطع ع. هجيب له هنا، هقول له السين بكام؟ بواحد في ص تقاطع ع. ص تقاطع ع التقاطع مع بعض في مين؟ في الاثنين. هضرب دول حصل ضرب ديكارتي معايا، هيطلع معايا 1 2 بس. دي بالنسبه للمساله دي. طب هنا س في ص جبناها، طب س في ع هنجيبها ونجيب تقاطع ليهم. الس في ص جبناها اهي، ليه دي؟ ناقص معايا يجيب مين؟ س في ع. تعالى نجيب الس في ع. س في ع هيطلع معايا 1 و2 و1 و5 1 و6. دي كده الس في ع. طيب ودي س في ص، عايز التقاطع ليهم. في حاجه متقاطعه؟ في مشترك بيناتهم. في مين بقى؟ الواحد والاثنين ده تجمع تسمحوا اثنين، موجود هنا موجود هنا. يبقى التقاطع بتاعهم، على التقاطع بتاعهم بتاع دي على دي، هيدينا مين؟ هيدينا 1 و2. تمام كده؟ تمام. بعد كده عايز عين فرق ص. قلنا الفرق اللي موجود في الاولى مش موجود في الثانيه. مين اللي موجود في العين ومش موجود في الصاد؟ مين اللي موجود في العين هنا؟ ادي العين وادي الصاد. مين اللي موجود في العين ومش موجود في الصاد؟ الخمسة والستة. يبقى دي كده 5 و6. مضروب حاصل ضرب ديكارت لمين؟ س اتحاد العين، س اتحاد الصاد. س اتحاد الصاد دي لو خدت هيطلع معاك 1 و2 و3. 1 و2 و3. دي كده المجموعتين هضربهم بعض حصل ضرب ديكارتي، ويبقى كده بالسلام. وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو ده. ما حبيتش ان انا اطول اكتر من كده علشان الفيديو مبقاش طويل جامد، لكن اتمنى ان انا اكون افدتكم بالحل ده. واتمنى ان انت لو عجبك الفيديو وعجبك الحل وعجبك طريقه الشرح تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله. وان شاء الله هيكون مع بعض في السنه دي هنشرح مع بعض منهج الرياضيات. اتمنى ان الشرح يكون عجبك وتكون استفدت معانا بالفيديو، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.